يغفلها البعض. نعم، العلاقة ما بين أكلة الإفطار وجبة الإفطار، إنسان لما يفطر سواء للمصلي للمأموم وخاصة لقارئ التراويح. والله هذا هو الشيء اللي نعانوا منه احنا القراء يعني لهم يعرضون بارك الله فيهم إن شاء الله وجعل في ميزان الحسنات يعني ويكتب لهم الأجر. لكن لما هو يحط لك المائدة هك يعني أنا ما نحشمش من الماكلة يعني تخاف إذا أكلتها كلها ذهبت عليك التراويح كلها يعني وإذا تركت بعض غيرك الحال تقول أنا كيفاش خلينا هو أنت محتم يعني بس تذوق برك وتنوض يعني ما تقدرش يعني الأئمة تاع التراويح شوف يفطر يعني ب3 تمرات أو شوية ماء بعدين شربة يعني هذه حاجة خفيفة شغل يكسر الصيام يعني ولا شوية مثلا سلطة ولا وخلاص أحسن حاجة. بعد ما يكمل تراويح يعني يفرش هذيك الطابلة ربما هذه عادة إخواننا في الصحراء. نعم، هو من الأحسن مش قال القارئ يعني يدير هذه العادة يحسي كل الناس يعني المصلين باش يكون خفيف. الجماعة هذاك اللي يقول لك راك تذقله هذاك راه ذق البطن نتاعو ومن بعد جا هنا يقول لك راك ذقلته عليه. نعم. خفف البطن نتاعك شوية تخفف عليك الصلاة. يعني معاناة قارئ التراويح قل له انت تشبع انا راني نجيك خفيف راني صحيح انا نجيك خفيف وانت تجي ثقيل ومن بعد تقول لي نعم. وش الاخرى بالنسبة قلنا أنه علاقة بين الإفطار ووجبة التراويح وصلاة التراويح. الأمر الآخر سي عبد العزيز فيما يتعلق أيضا زلنا بالتراويح لا قضية الصوت. الإنسان لما يقرأ أحيانا في البداية تاعه في بداية القراءة مباشرة ربما الحبال الصوتية مازالت ما إيجاد الطبقة وإيجاد الصوت المناسب وحتى ما يتعبش وباه يبقى في نفس الريتم. هي شوف هذه تاع الصوت يعني هي تبدأ من أول النهار لما تنوض وتبدأ تراجع في الورد نتاعك الحزب أو الحزبين. علاقة النوم بالراحة بالصوت. النوم عنده علاقة بالأحبال الصوتية يعني الأحبال الصوتية عضلتين صغيرتين جدا يعني لما تجهدهم راح يتعبوا يحبسوا. يعني أنت من تنوض الصباح لازم تكون مدي القدر الكافي من النوم هذه واحدة. 2 لازم تجي تراجع بصوت منخفض ما تتعبش الصوت نتاعك. يعني لما تجي هنا تبدأ الصلاة يعني البداية يعني الركعتين الأولين يعني الأوليين يعني نعم. يكونوا بصوت يعني بطبقة نوعا ما تكون منخفضة يعني باش ما تفاجئش انت الأحبال الصوتية نتاعك طول تبدأ بطبقة مرتفعة يعني في الأخير راك كما نقولوا احنا تبح كما نقولوا ما تقدرش تعب الأحبال الصوتية. الركعتين الأوليين يكونوا يعني بطبقة منخفضة. نعم. من بعد الركعتين الثانيتين تزيد شوية من بعد تبقى لك الباطري هذيك 20% ولا 15% كملها في الشفع والوتر. نعم. وأحسن شيء شوف بالنسبة للقراء التراويح يختار الطبقة المناسبة يعني الصوت تاعه يعني كل إنسان عنده طبقة مناسبة يعني الصوت كل ليلة والإنسان له طبقة ممكن ليلة يكون مرتاح وليلة يكون متعب. نعم. احنا حبينا باش تحافظ على الصوت تاعك مدة شهر كامل. نعم. اختار الطبقة المناسبة يعني اللي ما تكونش مجهد فيها صوتك في نفس الوقت تبدع. نعم. يعني كاين مثلا بعض الآيات تقدر تطلع وتعاود ترجع ما تبقاش في الطبقات المرتفعة باش تحافظ يعني الصوت هذا لو كنت تجهده بزاف. نعم. لا ثاني ما تطورش بزاف تطالع خاطر لا عندك 30 يوم مقابلتك. يعني إلا جهدت روحك 5 أيام 6 أيام بعد يروح الصوت. يعني كاين حوايج مثلا نصائح قبل مثلا كي تجي تفطر ما تشربش من البرد ما تشربش مثلا الحمضيات بزاف. شوف الامور اللي فيها العسل هذه مثلا البقله والحوايج هذون قبل الصلاه مثلا هذيك تاع 10 دقائق ما تاكلهمش بس كيديروا لك الريق هذاك وتبدا تقول لكم نعم. احسن شيء زنجبيل او عسل فيما يكون شويه دافئ. نعم. تخلط شويه وتشرب او اليانسون او القرنفل يعني. نعم. يعني هذو كامل ملاحي للحبال الصوتيه يعني. مع القارئ خليل
لعلي أفتتح الحديث مع قارئ عبد العزيز السحيم باعتباره ضيفا وليس ضيفا، باعتباره من أحد ركائز هذا المسجد في صلاة التراويح، وقد كان معنا لما كانت كورونا وكان تباعد وكان نعم نصف حزب التوقيت ب15 دقيقة وربع ساعة. العام الماضي كنت مشارك في مسابقة تاج القرآن الكريم، والحمد لله شرفت أهلك وشرفت المدينة وشرفت المسجد، مسجد النصر. وقبل أن نصل إلى تاج القرآن الكريم حدثنا عن الصلاة في كورونا، بين كورونا وبين الآن، يعني الأجواء في ذلك الوقت وفي هذا الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رمضان مبارك على جميع الأمة الإسلامية إن شاء الله، وعاده الله علينا أعواما وسنينا عديدة ومديدة. وصحة فطوركم كل عام وإحنا في النصر إن شاء الله. ربي يحفظكم إن شاء الله. والله شوف، فرق كبير بين أيام كورونا وأيام يعني الحمد لله نعمة الصحة والعافية. يعني كان ضغط أولا، يعني مدة الصلاة لا تتجاوز نصف ساعة و20 دقيقة، يعني لازم تقرأ نصف حزب، والمصلين يعني تقدر تقول هناك إقبال ومكاش، يعني نعم صح نفسية المصلين. يعني كنت الناس ما تجيش، واحد خايف يعني يقول لك المرض ينتشر، ويعني كي الناس ما تجيش. فلله الحمد والمنة، يعني هناك فرق كبير بين السنة والعام تاع كورونا. يعني السنة كان إقبال ما شاء الله، يعني كنت شاهدت بعض الصور يعني في الفيسبوك نشرين يعني عدد المصلين هنا في مسجد الميل، يعني ممكن يتجاوز بالك 5000 ولا، باعتبار إذا كان الصف يهز 70 واحد أو 80 واحد مثلا، في أنا حسبت 33 صف، يعني 5000 6000، يعني عدد هائل ما شاء الله. الحمد لله، هذه نعمة من عند الله يعني. بارك الله فيك سي عبد العزيز. عبد العزيز، وكيف تطلع وكيف اقرا القرآن الكريم على الوالد، وعنده ما شاء الله عائلة كلها خاتمة، الحاج سحيم واخوك محمد اللي راه في قطر، يعني عائلة كلها ذريتهم بعضها من بعض. لكن ربما المحطة الفارقة اللي ربما كانت منعرج أو كانت نقلة نوعية أخرى في حياتك هي مسابقة تاج القرآن الكريم. احنا العام الماضي كنت ستكون معنا، لكن جاءت النتيجة أنك في تاج القرآن الكريم، فحدثنا عن تاج القرآن. والله شوف، تاج القرآن يعني كما كنت تقول يعني هي منعرج. قبل ما نبدأ نحكي، كنت نتابع البث المباشر العام اللي فات تاع مسجد الميل، يعني كنت نشتاق لهذيك نتفكر ايش وكل عمي محمد او دايرنا اللايف، الشيخ اسماعيل هو يروح ويجي والله ما شاء الله. يعني صح كنت يعني العام فات ما كناش نصلوا بزاف التراويح تما، كنا دايرين برنامج مع الطلبه 12 طالب مع الطالبات، دايرين مصلى ثاني، دايرين برنامج يعني كل يوم يصلوا واحد، يعني كانت ماشيه الامور. يعني شفت تاج القرآن يعني تجربه، يعني نحب اي واحد يجربها. يعني شوف لما يلحق رمضان تجيك هذيك تحية تقول يا ريتني كنت تم، يعني مع ذاك الاجواء تاع رمضان يجيبون المشايخ، يعني مشايخ كبار يعني توا يعني نشوفهم في التلفزيون، اللي يعني اللي ما تتوقعوش يكون ثم، يعني يجوا يعطوك دروس نصائح. نعم. كنا نديروا سهرات يعني مع مسيات قرآنية يعني مع بعضنا، يعني الطلبة كامل أصواتهم ما شاء الله أهل القرآن. نعم
كنا مع بعضنا يعني نديروا أمسيات ونديروا جلسات في نفس الوقت منافسة. نفس الوقت منافسة، يعني المنافسة هذيك تخليها في قلبك، هذيك ما تبينش. نعم. والظاهر يعني نعم. يعني شوف تاج القرآن لما تنجح، يعني لما تدخل المعهد، يعني نصح أي واحد لما يروح للمعهد يعني من نهار الأول يدير في راسه باللي يدي المراتب الأولى الثلاث الأولى، يعني باش تروح تدي المرتبة الرابعة ولا الخامسة ولا الأخيرة يعني ما تقدر ما درت والو انت. يعني روح ركز على المرتبة الأولى والثانية والثالثة. يعني تحضير كان أكيد مسبق يعني يعني لازم تروح كما نقول احنا بالعتاد تاعك يعني أكيد. يعني لما تلحق ثم لازم تدرس بزاف حوايج، مثلا لازم تدرس الطلبة اللي مشاركين معاك. أنا كنت ندير عمليات حسابية يعني لما كي قلت لك أنا هذه حاجة أمور سرية، هذه كي نديروا هذيك الأمسية القرآنية تعمدت باش نديرها باش نسمعوا القدرات تاع الطلبة يعني باش تعرف هذا وش عنده هذا وش عنده هذا وش عنده. وحتى كل طالب راح كان يدير نفس الشيء. ممكن كل طالب كان يختبر نفسه مع الآخرين. أيوة سما نشوف كل واحد القدرات نتاعو وندرسها. هذا نقدر نحشيها له هنا، هذا نقدر نروقه هنا، هذا نقدر نعم. صحيح. كنت تقدر تعرف نقاط قوة تاع المنافسين يعني. شوف كانت يوميا بعد التراويح يجيبونا شيخ، يعني يوميا مدة ساعة ونصف، يعني جابونا بزاف مشايخ ما شاء الله، لسواء الناحية النفسية يعني من ناحية الفقه، من ناحية الأصول، من ناحية يعني جونا أطباء يعني عطاونا نصائح يعني كيفاش واش تاكل فطور واش دير ذيك كيفاش ترتاح، يعني كلش يوميا بعد وكانت عندنا برنامج مسطر مدة الأسبوع كامل، يعني يوم السبت رحلة دونا المسجد الأعظم، متحف الشهيد، يعني كل مرة وين يدونا. هذا السبت يعني راحة رحلة أي بلاص. المرة الأخيرة رحنا في البابور، يعني دخلنا البحر ما شاء الله، رحنا في البابور هذاك الكبير هذاك، مشاو بينا حتى نولد قال له الدنيا قاع زرقاء. ما عرفنا من الشرق من الغرب من بعد جينا راجعين. قال لي نكملوا حراقة روحوا لإسبانيا ولا أيوة. من الحد للخميس كانت عبارة عن شغل كما نقول احنا دروس، يعني في الأقسام كما نقول احنا أعمال موجهة، مواد مثلا مادة الترتيل، مثلا مادة عندنا مثلا مقامات، يعني كان يجينا الشيخ سفيان ثم تنتهي بالبرايم والله ما يسمى. اي كنا الخميس البرايم الجمعة ما كاين والو، يعني راحة، والبرايم على 10 نتاع الليل. هذه كانت الخميس من ذاك يجيبونا سموه احنا الفرض الفجائي، تجي لجنة التحكيم تكون راقد انت، احنا من طولوا ما نوضوش في رمضان على 12 يجيك لجنة التحكيم نقول لك روح. الشيخ عمر بو سعدة والشيخ وليلي ما شاء الله. يجيك هكذا والله افتح المصحف اقرا تلسع ما من نومه. مش هذا البرايم الاخير كان الخميس، يعني هم ما يعلنوش النتائج، يعني ماكش عارف روحك لك طالع للنهائي ولا ماكش طالع. كان الخميس كنا راقدين 12 يبعثونا في جو يطبطبوا علينا، عندكم جات لجنة التحكيم عندكم الفرض مع الشيخ بوسعدة. شوف عنده همس المتحرك ما تلعبلوش فيه. همس المتحرك شوف لازمك. ما لا دارونا جينا هابطين هكذا زاربين وذيك، هبطنا جماعة قاع فاشلة. نشفر هذاك النهار ما قريتش انا مليح، ما قريتش. عطاني واحد الموضع نشفر من سورة النساء وقال آيات نسيت، المهم ما قريتش مليح. هذيك شغل طاح لي المورال، وقدوة كان البرايم النهائي، وهذيك النقطة عليه 30%. هذيك الفرض الفجائي 30%، ما تديش مليح يعني. هما لا يديروا هذاك الفرض الفجائي باش يشوفوا نفسية تاع الطلبة، إذا ربما غدوة ما يقراش مليح تكون عندك هذيك مثلا 20 ولا 30%. ما قريتش مليح، ما أنا جيت رايح قلت للمجموعة التاج خلاص راح. قال لي صاحبي لا ما كاينش. الغدوة من ذاك علنوا اسمي أنا الأول، والحمد لله يعني. الحمد لله، وكانت تجربة الحمد لله. بعد عودتك